أهلا بكم في نشرة جديدة من أخبار الملاعب. معاكم حسين صلاح. ذا الخميس 18 من يونيو 2026. أبرز أخبار الكرة العالمية والإفريقية والعربية اليوم. نبدأ من أخبار الكرة العالمية. تتواصل منافسات كأس العالم 2026 بإثارة كبيرة بعد نهاية الجولة الأولى، والتي شهدت تسجيل 75 هدفاً وتحقيق 15 انتصاراً في واحدة من أقوى البدايات بتاريخ البطولة. خطف الأسطورة ليونيل ميسي الأنظار بعدما تواجد على رأس التشكيل المثالي للجولة الأولى عقب الأداء المميز الذي قدمه مع منتخب الأرجنتين. سجل النجم هاري كين رقماً تاريخياً جديداً مع منتخب إنجلترا بعد الثنائية التي أحرزها في شباك كرواتيا، ليواصل كتابة اسمه في سجلات المونديال. وفي مفاجأة كبيرة، خرج النجم نيمار من حسابات منتخب البرازيل لأسباب فنية ليبقى خارج قائمة المشاركة في البطولة. فأعلن ريال مدريد رسمياً التعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيم كوناتي لمدة 4 سنوات بعد نهاية عقده مع ليفربول. في أخبار الكرة الإفريقية، واصلت المنتخبات الإفريقية تقديم مستويات قوية في كأس العالم، حيث حظيت بإشادة واسعة بعد النتائج الإيجابية التي حققتها في الجولة الأولى. وفرض منتخب الكونغو الديمقراطية التعادل على منتخب البرتغال بهدف لكل فريق في واحدة من أبرز مفاجأة البطولة حتى الآن. أثارت تصريحات مدرب منتخب جنوب إفريقيا جدلاً واسعاً بعد انتقاداته الحادة لميسي عقب الأحداث التي صاحبت مباريات الجولة الأولى. في أخبار الكرة العربية، تلقى منتخب مصر إشادات كبيرة بعد ظهوره القوي في الجولة الافتتاحية، وتم تصنيفه ضمن أفضل المنتخبات العربية بعد نهاية الجولة الأولى. كشف التقرير إعلامية أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد يتقاضى نحو 100,000 يورو في المباراة الواحدة خلال قيادته لمنتخب تونس في المونديال. فأعلن نادي الدرعية السعودي تعيين المدرب البرتغالي برونو لاجي مديراً فنياً للفريق استعداداً للموسم الجديد. خبر خاص عن رونالدو. أكد الأسطورة كريستيانو رونالدو أن مشوار البرتغال في كأس العالم لم ينتهي بعد، وذلك عقب التعادل أمام الكونغو الديمقراطية بهدف لكل فريق. وقال رونالدو: لم تكن البداية التي نتمناها، لكن علينا رفع رؤوسنا والاستعداد للمباراة المقبلة. كما دخل رونالدو التاريخ رفقة ميسي كأول لاعبين يشاركان في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم. كانت معاكم أبرز أخبار الكرة العالمية والإفريقية والعربية اليوم. نشوفكم في نشرة جديدة من أخبار الملاعب.